هو احنا ايه اللي وصلنا لحد كده؟ يعني بدل ما بنقدم الورد هديه بقينا ناكله؟ فجاه الناس بصت على الاكل وقالت ايه ده ناقصه حاجه، ناقصه ايه يا جدعان؟ بس ناقص ورد، لدرجه ان الناس بدات تستخدمه في الاكل والمشروبات والحلويات كمان، وانا مش فاهم ايه السبب. في وسط وانا بدور بقى اكتشفت حاجه اسمها جاسترونومي. عارفين ايه الجاسترونومي ده؟ هو الفن والعلم والعلاقه، افككم من كل ده يا جماعه، هو فن الطبخ. في فن الطبخ الحديث ده بقى الاكل ما بقاش طعم وخلاص، ده بقى تجربه كامله. وطلع بقى ان الشيفات بيستخدموا الورد علشان خاطر يطلعوا الطبق بشكل احلى، وساعات عشان ياخدوا منه ريحه حلوه، وكمان بيقولوا ان الورد بيسيب انطباع ان الاكل ده فريش. وخلاص يا جماعه، احنا ما بقيناش ناكل عشان نعيش، احنا بقينا ناكل علشان نستمتع ونعيش تجربه عمرنا ما عشناها قبل كده، وناكل ورد. كلوا ورد يا جماعه. وبكده الشيف بقى عنده وظيفه جديده يحطها في السي في، وهي انه يبقى مهندس ديكور بس للاطباق. وبكده الناس بدات تختار المطعم اللي تروح تاكل فيه على حسب شكل الاطباق اللي المطعم بيقدمها، وكل ده عشان خاطر ايه؟ ياخد الصوره الحلوه وينزلها على السوشيال ميديا. سؤال بقى، لو حطيت لك ورد في الطبق بتاعك هيفرق معاك في حاجه ولا لا؟ انا عن نفسي مش هيفرق اي حاجه خالص.